السلام عليكم متابعي الأعزاء، نتمنى تكونوا بألف خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم عندي في قناتي، قناة عالم ساجد وريتاج. نتمنى تكون كتعجبكم وتكون كتنال الرضا ديالكم. واخا هي يعني راكو عارفين الفيديوهات يعني بسيطين ماشي شي حاجة، ولكن راه كندير ما في وسعي انني زعما نحط الجديد. هذا الشيء ما كان، وهذا النهار جبت لكم هذه الوصفه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش الا كل واحد وطريقته. الباستيشيو. هانتوما كما كتشوفوا، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي في التوجه ديال الباستيشيو. اول حاجه كنبدا بها كنقطع لدان فومي، ما كبير ما صغير، يعني عادي يبان شويه في الاخر. نتوما كما كتشوفوا كنقطع لدان فومي. كاين اللي كيبغي ما يديرش فيه لدان فومي ما يديرش، يدير فيه الدجاج، كاين بالكفته، كاين عليها. في الاول قلت لكم كل واحد وطريقته، يعني في الباستيشيو كاين اللي كيديروها بلي بات يعني بالمقارونيه، وكاين اللي كيديروها بالفريت، وكل شيء صحيح. راه الكوزينه بحر، اي حاجه درتيها راه صحيحه. هانتوما زدت الثومه محكوكه في داك لادان فيمي باش كتعطيه ديك التنسيمه زوينه، كتجيك حتى في المذاق الثومه زوينه اي حاجه كديروها وصحيه. ثم كنقطع الشامبينيون، جيبي واحد الطاس ديال الشامبينيون وكتقطعيه وكتحطيه مع لادان فيمي وديك الثومه، وكتزيدي لهم واحد 3 ولا 4 المعالق ديال الزيت على حسب. المهم هاني خليت الحشوه على جنب، ومريت نقطع الفريت. انا قطعته بتيدي، يعني قطعته غير مربعات صغار، يعني ما درتش الطريقه اللي بغيتي تقطعي بها حتى الفريت تقطعي، يعني انتي واختيارك. دابا كنرجعوا للحشوه ديالي. كما قلت لكم درت شويه د الزيت، وها هي الفريت كتقلى باش يوجدوا في دقه. وهاني كندير العطريه ديالي اللي هي غير لي بزار والملحه، لا اقل ولا اكثر. ما ديروش فيها سكنجبير، ما ديروا فيها تحميره، ما ديروا حتى حاجه الا لي بزار والملحه. عفوا، الحمد لله. هيا الفريت ديالي واجده، وكنزيد نحك شويه ديال الكوزه يعني في الحشوه اللي غادي نديرو. وهي الفريت القليه الاولى واجده، القليه الثانيه راه كتقلى. دابا نمروا ان شاء الله الصوص بيشاميل. اول حاجه لاصوص بيشاميل، كميه الزبده هي كميه الطحين. درتي معلقه الزبده ديري معلقه الطحين، درتي 2 معالق طحين 2 معالق زبده، وهي طالعه يعني شحال ما درتي الزبده ديري ديال الطحين. كما كيقولوا الكوازنيه الروبلون، يعني الطحين والزبده الروبلون. ها هو، ها هي صايبه، ها هو كما كتشوفوا. ملي كتذوب الزبده ديالنا كنزيدوا لها الطحين، نخليوه شويه كيتحمر غير شويه، نزيدوا له الحليب كما كتشوفوا، كنزيدوا له الفرماج 4 الفرماجات مثلثين، وكنحكوا الكوزه. كنديروا العطريه ديالنا اللي هي الملحه والابزار فقط والكوزه. هادشي ما كيمشي في لاصوص بيشاميل. وملي كتبدا تعقد لينا كنزيدوا الفرماج الحمر، ملي كتبدا تعقد لينا وحنا حاضيين الفريت لا تحرق لينا.
ها نتوما نصدقوا بالعشاء. المهم ها حنا غادي نخليوها فوق النار مهيله تتعقد. ها هي بدات تعقد. ها هو القوام ديالها كيف خاصو يكون. ها هي القوام ديالها كيكون خفيف باش ملي كتاكلي يعني كتقطعي كيطلع معاك داكشي يعني كيجيك زوين. هانتوما كنجيبو الطاجين ديالنا ولا شي لاطا. استغفر الله يا ربي، سمحوا لي راه فيا الكحه. سمحوا لي. ايوا كنجيبو الطاجين ديالنا كما قلت لكم، كنديرو طبقات، يعني الطبقه التحتانيه فريت، الطبقه الفوقانيه داك لادان فيمي والشامبينيون اللي درنا، والطبقه الثالثه كنديرو بالبيشاميل، ومن بعد كنديرو الفرماج الحمر، وكنرجعو عاود نديرو نفس الشيء الفريت، ونديرو الحشوه ديالنا ونديرو البيشاميل ونديرو الفرماج، وهي غاديه حتى كتسالى لنا الحشوه باش كيجيك داكشي يعني في الوسط عامر. ها انتم كتجي زوينه بزاف صراحه، يعني راه كاين اللي كياكلوها حتى بالخبز. انا كتعجبني بالفورشيطه، ولكن حتى بالباغيت يكون سخون كتجي عاود فنه. ونتمنى تعجبكم، وداكشي اللي كنتمنى، ودعموني باللايكات ديالكم ضروري لي جيم. راني كنشوف اي تعليق ديالكم، وشكرا بزاف. والله كنشكركم بزاف. وهانتوما ها هو الطبق ديالنا وجد. ها هو كيجي محمر من جميع الجوانب، وكنزيدوا له من الفوق الزعتر، كنحكو مزيان. راه عليها كتشوفوا ديك الكحوليه هكاك، هذاك راه غير الزعتر. كتشدي واحد شويه د الزعتر وتحكيها عليها كلها، ملي كيطيب كيجي فن. المهم ها نتوما شفتوا كي كيجي من الوسط، والله الا مذاق لا يقاوم. ايوا نتمنىكم تجربوه، وكما قلت لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم المتواصل ليا، والسند ديالكم. واخا كيتوضروا لي الكلمات وكيتوضروا لي كي نعبر لكم، حيت كتغلب عليا الشلحه، ولكن كنحاول واخا نوصلكم غير فكره، واخا غادي تضحكوا على هضرتي، ولكن ما عندي ما ندير، انا ما موالفاش كنهضر يعني، فهمتوا؟ ايوا يلا طولت عليكم، يلا الله يعاونكم حتى الوصفه الجايه.